حاجة حلوة جدا إن إحنا نبقى مع حد عايزنا نبقى أحسن، وإن إحنا نكون في علاقة بتغذينا وبتوجهنا وبتنبهنا. وإحنا كرجالة مهم قوي بالنسبة لنا إن إحنا نحس إن إحنا مع بارتنر خايفة علينا وخايفة على مصلحتنا، ودايما قلبها على نمونا وتقدمنا. لكن لما الموضوع يتحول ان الراجل يحس ان مراته او خطيبته او صاحبته او البارتنر بتاعته عايزة تغيره، بيتحول الموضوع لإحساس الراجل ان هو مش كفاية، وبيحس ان هو مش متقدر، وبيحس ان هو مش عارف يرضيها. وده بيعمل عند الراجل مشكلة كبيرة جدا، لان كلنا كرجالة عايزين نحس ان احنا طبعا عايزين كلنا كبني ادمين يعني، بس الرجالة حساسين اكتر في رأيي في الحتة دي، لان بيبقى علينا ضغط كبير جدا ان احنا نأدي في كل جوانب الحياة. يعني بيبقى علينا ضغط ان احنا نأدي فاينانشلي او اقتصاديا ماديا، علينا ضغط ان احنا نأدي في العلاقة الحميمة، علينا ضغط ان احنا نأدي في تربية العيال، علينا ضغط ان احنا نأدي في المجتمع، علينا ضغط ان احنا نأدي في العلاقة ما بيننا وما بين الست بتاعتنا. علينا ضغط ان احنا يبقى شكلنا وسيم، علينا ضغط ان احنا يبقى مركزنا مرموق، علينا ضغط ان احنا يبقى علينا ان احنا نبقى محترمين في الدوائر بتاعتنا. ودي حاجة احنا بنبقى عايزينها، بس كطبيعة بشرية ان احنا ما بنقدرش نوفي في كل الجوانب دي. فلما بنحس ان اقرب الناس لينا اللي هي مراتنا او يعني البارتنر بتاعتنا دايما عايزة تغيرنا، ودايما منتقدانا، ودايما بدايما مش دايما، هو بس بتتحسنها دايما. يعني حتى الطريقة اللي ممكن الواحد يوصل بيها المعلومة بتحسسه ان هو قليل، هو مش كفاية، هو مش عارف يلبي الطلبات، او هو محتاج يغير من نفسه، او هو محتاج يصلح من نفسه، او هو ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ما تسترجل بقى، ولا ما تنضف، ولا ما تبقى اذكى من كده. ويعني دايما لما الواحد بيحسس اللي قدامه ان هو محتاج يبقى احسن، ده في مضمونه بيدي الاحساس ان هو اوحش. فانا بقول كده علشان الرجاله اللي حاسه بكده تحس انها مش لوحدها، والستات اللي بتحسس رجالتها بكده ياخد بالها من الحته دي، علشان دي حاجه ممكن تخلي اي راجل عايز يجري بعيد عن العلاقه دي. وصباح الجمال، ربنا يوفقك.